السلام عليكم. اليوم جيت نهضر في الموضوع تاع وفاة الدكتورة منصوري خديجة، طبيبة مقيمة مختصة بأمراض النساء والتوليد. تقدم بالنيابة عن كل الزملاء والمتابعين للعائلة تاعها. العائلة تاعها ربي يرحمها ويوسع عليها ويصبركم عليها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. هذه كانت أخت وبنت وزوجة، وعلى حسب سمعت كانت مخلية يعني رضيع في عمره شهرين. أنا للأسف راني منقطع بسبب ظروف دراسة، فمانيش نتبع. يعني سمعت هكا من الزوجة تاعي، سمعت باللي بالوفاة تاعها، فربي يرحمها ويوسع عليها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وأطلب من المتابعين أنهم يدعوا لها فبغيت نحكي على واحد المواضيع. نستثمر هذا الأمر المؤسف، أنه نحكوا على بعض المواضيع، منها يعني مسألة تخصص تاع الجينيكو، مسألة مناوبات 24 ساعة، مسألة الحجرات على الشيف سيرفيس، ومسألة الثقافة الجزائرية كذلك مع هذا التخصص. نحكوا عليهم، ممكن يكون الفيديو طويل بالك فيه 10 دقائق ولا. فهذه المواضيع اللي نحكي عليها إذا كاش واحد مهتم يسمع. الموضوع الأول موضوع 24 ساعة، مناوبات 24 ساعة. خصنا نفهموا بلي في القانون الجزائري، في قوانين تاع كثير من الدول، مناوبة 24 ساعة مخالفة للقانون. بنادم كان يخدم فوق 24 ساعة، فوق 12 ساعة، هذا الشيء مخالف للقانون. القانون العمل الجزائري 12 ساعة هي المدة الأقصى اللي يخدمها الإنسان، ولكن كما في كثير من الدول مازالت كاينة هذه 24 ساعة لأسباب. من هذه الأسباب أنه لوجستيا ما كانش بزاف أطباء، ف صار لها كيما الممرضين ثاني يخدموا بزاف، ولكن الممرضين في بزاف المستشفيات تقبلي ما يخدموش 24 ساعة، لأنه كان ممرضين العدد تاعهم أكبر نسبيا من عدد الأطباء. فهذا من الأسباب أنه لوجستيا ما كانش. وهذا غير مختص بالجزائر، كاين في معظم الدول كاين مناوبات 24 ساعة. في فرنسا كاين مناوبات 24 ساعة، في أمريكا كاين مناوبات 24 ساعة. ما تحسبوش باللي هذا الشيء مختص بالجزائر. وكذلك المناوبات 24 ساعة في الجزائر تخلص عليها 280 دينار. يعني طبيب باك بلس 8 ولا 9 ولا 10 ولا حتى ل 12 تلقاه يخلص 280 ل 24 ساعة، 280 ألف زيادة لهذيك 24 ساعة. الوغ كو واحد بالك يعني ما فوتش من بالباك يخلص 200 ألف في 8 سوايع، فالشيء مجحف يعني. وهذا خاصنا نفهموا باللي الأطباء ما عندهمش نقابة تدافع عليهم. حكيت عليها في الأضراب تاع الأطباء ونعاود نحكي عليها. الأطباء ما عندهمش نقابة تنيغوسي في بلاصتهم مع الدولة ومع المؤسسات الدولة. يعني هذه مؤسسات الدولة كما قلت لكم في الفيديو تاع الإضراب عندها خبرة مع هذه الإضرابات وكاع. فإذا راك باغي تدي تجيب حقوقك، لازم يكون عندك تكتل اللي عنده مستشارين قانونيين واللي يعرف يجيب لك حقك. فإذا صرات حقرة مثلا لهذا الطبيبة، كاين اللي يجيب لها حقها. وإن كان على بالنا باللي مام بالتكتلات وهذو اللي شاف سيرفيس واللي عندهم بوفوار وين كيما نقولوا حنايا من بعد يذكروا كيما نقولوا بالمفرد تاعنا، يديروا الشونطاج لهذاك الطبيب. نعرف انا واحدين نعاودوا شحال من عام، عاودوا لهم الشاف سيرفيس شحال من عام، غير بسبه هكاك تاع هدر على حقه ولا دار، عاود لها خسر له عامين ولا ثلاثه من حياته على بها الناس ما تبغيش تهدر على حقها. فهذه المسألة تاع أنه الأطباء لازم يكون عندهم تكتل هي أمر حيوي، وإلا المشاكل عمرها ما راح تتحل. المشاكل راح تقعد غير هي لأنه مام هذا الصالير مينابل كاين في فرنسا كذلك. أنا تلاقيت مع ديزانتان في فرنسا وحكاو لي على الصالير تاعهم، يخلصوا براسك سميك وتاني يخدموا 24 ساعة وتاني يهمبروا كاع. فهاد الديبا تاع 24 ساعة علاش الطباخ خاصهم يخدموا 24 ساعة، هذا الديبا كاين في كل أنحاء العالم. وكاين أطباء ودي بروفيسور قدام مازالهم شادين في هذه تاع خاص الطبيب يدير 24 ساعة، لأنه هذه 24 ساعة تتعلق بحياة البشر. يقول لك شيروجيان خاص يكون واجد أنه ينوضوه على 3 تاع الصباح، لأنه 3 الواحد باغي يموت ما يقارعش عندهش خاصة لي زيرجونس مثلا شيرجيكال وكاع ما خصهاش يقارع. واحد يدير ديسيكسيون اورتيك على 3 تاع الصباح ما خصهاش يقارع. كل ساعه تزيد له الريسك ب 1% تاع انه يموت. في 48 ساعه عنده 50% ريسك يموت. فهاد ديسيكسيون اورتيك ما تقارعلكش. فخاص الشيروجيان يكون واجد يعيطوا له في نص الليل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه التخصص تاع جينيكو. يقول لك احنا في الثقافه تاعنا الجزائريه والثقافه تاع المسلمين غالبا عندنا باللي المراه مثلا عندها مسؤوليات محدده. هذيك المسؤوليات المحدده ما كانش مثلا في الدول الاوروبيه والعلمانيه والامريكيه وكاع. فهادوك قادر المراه دير نورمال جينيكو سيتريك وتخدمها في المستشفى. نحكي على المستشفى مش نحكي على البريفي. فانا نشوف باللي هاد الفكره تاع انه الراجل ما يخصش يدير جينيكو فكره خاطئه، فكره خاطئه وتناقض طبيعه تاع الثقافه تاعنا وتاع الاخر تاعنا. علاش؟ لانه
جينيكو اوبستريك من اصعب التخصصات من ناحيه الضغط النفسي والجسدي، لانه فيها بزاف لي كاد، فيها بزاف لي زيرجونس، وفيها كذلك مشاكل قضائيه وقانونيه. في الضغط، المراه اذا كان عندها عائله نعطوها مسؤوليات المنزل ومسؤوليات الابناء ونزيدوا عليها مسؤوليات لي كارد والاخر في المستشفى. نحكي على المستشفى ماشي على البريفي. المراه قادره دير في الجزائر نورمال كابيني تاع اورجينيكو اوبستريك وعادي تخدم عادي وتتقابل مسؤوليتها في الدار عادي. ولكن اذا نعطوها هذه المسؤوليات ونزيدوا نقولوا لها ديري، خاص غير النساء يديروا هذا التخصص. انا بحكم اني انسان متدين ونعرف نعرف الوسط الطبي مليح، ما تركبش ما نقدوش نديروا غير نساء دي جينيكولوج ونزيدوا نعطوهم مسؤوليات معروفه في الثقافه تاعنا. فما تركبش، لازم الراجل كذلك يدير هذا التخصص. وبلا ما نحكوا على يعني الضغط، لانه كاين عمليات 4 سوايع 6 سوايع مش عارف انا سرطان الثدي، كاين واحد العمليات يعني فيها ضغط. وحتى النساء يوافقوني في هذا الشيء، النساء الطبيبات تاع الجينيكو اوبستريك يوافقوني انه لازم الرجال يديروا هذا التخصص. فهاد ستيغماتيزاسيون تاع بلي الراجل ما خصش يدير جينيكو، لو كان كاش راجل يدير جينيكو نعيبوا عليه وكاع، هذه خصنا نديروها نقصان صح. فما نطولوش في هذا الموضوع لانه على بالي بلي شويه حساس وخصها فيديو كاع واحده. كذلك مساله هذو الناس اللي راها تعلق في لي ريزو سوسيو، نتاكد باللي كاين بزاف ناس راها تعلق، لانه ما شفتش ولكن راني شبه متاكد كاين ناس راها تحاول تحصل هذا الموت في الشيف سيرفيس تاعها. شوف الشيف سيرفيس تاعها ما نعرفه، وممكن جدا انه كان نسمع بيه نكره، ولكن خصنا نحرزوا روحنا من واحد الامر، انه ما خاصش نديروا هذيك لا ريلاسيون كوز ايفي. ما خصناش نقولوا باللي هذه الطبيبه ماتت، دكتوره منصوري ماتت لانه دارت كارد. هذه امر خطير، هذه مريضه دارت ان مور سوبيت، موت فجاه. موت فجاه غالبا يكون بسبب قلبي، بسبب القلب. المرض الوحيد اللي ممكن يكون عنده علاقه بهذا الشيء هو كما نقولوا تاكوتسوبو. تاكوتسوبو معظم التاكوتسوبو اللي هي لا كارديوميوباثي دي ستريس تجي عند النساء في سن اليأس. هذا هو التيران دو بريديليكسيون تاعها، تجي غالبا في هذا التيران. والتاكوتسوبو نسبة نادرة من نسبة قليلة أنها تجي من البداية بمورسيبيت، تبدا غالبا بانسيفيزونس كاردياك ولا تبدا غالبا باندولا توراسيك، وما تبداش غالبا بإنمورسيبيت. المورسيبيت سي بريزونطاسيون اللي رار في التاكوتسوبو صح. فممكن هذا الطبيبة ماتت بسبب آخر، ما عندهاش علاقة بالستريس، ما عندهاش علاقة بالضغط، ممكن سبب وراثي، ممكن كان عندها صح مرض في القلب تاعها وما كانش فايقة به. مش عارف انا ولف باركنسون وايت ولا هادو اللي يجوا في لاش تاع حد الطبيبه الدكتور منصوري ربي يرحمه. ما خصناش نروحوا نلصقوا ديريكتومون التهمه، لانه هذه الدكتوره عندها عائله، والعائله راجلها ممكن لو كان نقعدوا نغذوا هذه المعلومات الخاطئه باللي ماتت بسبب المناوبه، ماتت بسبب الضغط، ماتت بسبب الشيف سيرفيس تاعها، ممكن يروح يدير حاجه ولا يكتلها ولا فالناس ما على بالهاش بلا غرافيتي د لا سيتوياسيون تاع هاد الهضره اللي غير تهدر. الناس راها غير تهدر بصح ما على بالهاش بلي تغذي في عقل تاع بنادم. صار كيما الحرائق تاع الغابات تاع الاربعه النثيرات، راحوا الناس كتلوا هذاك المرحوم العياشي ولا سمحوا لي الاسم تاعه، الاخ هذاك اللي مات في الاربعه النثيرات اللي كتلوه، انه كاين ناس غدت العقول تاع هذوك باللي كاين واحد راه يحرق في الغابات. قالوا هذيك الغابات تصرى في كاع العالم وتصرى في هذيك لا بيريود، صرات في الترك وصرا شاه واحد راح دار على كاع هذوك الدول تاع البحر الابيض المتوسط، حرقهم كاع، حرق كاع الغابات. فكاين ناس باش يغطوا الفشل تاعهم يقول لك لا كاين واحد راه يحرق في الغابات، فيروحوا الناس يغضبوا ويديروا عندهم وهم في راسهم ديلير باللي كاين واحد راه يحرق في الغابات، فخصنا نحوسوا عليه ونقتلوه. راهو كلا فنفس الشيء هذا الطبيبه هذه لو كان نقعدوا نغضوا في هذا الوهم. وهذه معلومه نقولها بصفه عامه ماشي في هذه الحاله، في حالات بزاف قادر نغدو وهم انه قد يوصل واحد يقتل الاخر ولا يضربه ولا يدخل للحبس على جاله ولا ما تحسيش. والضحيه شكون في التالي؟ الضحيه ممكن الرضيع تاعها مسكين ولا الاهل تاعها ولا. فما خصناش نغدو هذه الافكار، رغم اني كما قلت لكم هذا الشيف سيرفيس لو كان نعرفها نكره، ولكن ما لازمش نلصقوا في حاجه ما دارهاش هو صح. ممكن الموت صرا بسبب طبيعي، ما كانش واحد فيكم دار اوتوبسي وتاكد بلي ماتت بسبب المناوبه. خصنا نحرزوا من هادشي. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. صحيح الانسان يعدل في القول، ما يقعدش غير يقيس في الهضره هكاك بالعاطفه. الكلام والحكم العاطفي خطير صحيح. هذه بعض المواضيع بغيت نحكي عليها، اهميه انه يكون عند الاطباء تكتل، يعني مساله الجينيكو للرجل، ومساله انه خص ما نرموش التهم. رغم انه هذا لي شاف سيرفيس
ربي وكيلهم، ربي وكيلهم كاينين بزاف واحد ممكن نقولوا بين 20 إلى 50% من لي شيف سيرفيس ومن لي بروف حقارين، و 20 إلى بون ما نقدوش نقولوا كاع 50%. كاين بزاف تاني ربي يكثر خيرهم ويجازيهم علمونا وقراونا وما حقروناش، وكاين اللي حقرونا وظلمونا وربي وكيلهم نعرفوهم يعني مليح. وروحوا لمزبلة التاريخ، يروحوا لمزبلة التاريخ لأنه سيادهم ينتجوا العلم ويبوبليو دي بوبليكاسيون تاع بصح، ماشي يدي العمل تاع لي ريزيدون تاعه ويروح يبوبليه باسمه. ف فهادو يروحوا لمزبلة التاريخ، ونهار اللي يخرج روترات ما كاش كاع اللي يسمع به ولا يقيمه، يقعد غير حاشاكم رخيص ومدلول، والناس تعرفه مليح، خاصة الأطباء يعرفوه مليح. ما بالك الناس تاع برا يخلعوا فيه بروف ومنا، بصح الناس اللي في الدومين يعرفوه مليح مليح. فهذه هي اش بغيت نقول. ان شاء الله تكون هذه الافكار وصلتكم مليح، واعذروني على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.